طيب، واحدة من الأغنيات الجميلة اللي بتغنى بها شاعرنا الجميل حميد أبو عشر، غضبك جميل زي بسمتك. الشاعر قدر يجسد لنا الغضب مع الابتسام. هل يتساوى الغضب مع الابتسام؟ فقدر يجسد لنا غضب المحبوب كأنه ابتسامة، غضب المحبوب كأنه نسمة على الحبيب. فدي عملت نقلة في الشعر السوداني، لأن الأغنية دي يعني أغنية بتعالج قضية اجتماعية واضحة، في إنه يكون في تسامح في داخل الإنسان لدرجة إنه يشوف غضب محبوبه كالنسمة. دي واحدة من الحاجات الجميلة ومن الحاجات اللي بتسمو بالإنسان، في إنك أنت يكون في داخلك في سلام، أو في سلام داخلي، حتى تحول صورة سلبية لصورة إيجابية في الغضب. ده دليل على إنه شاعرنا الجميل مرهف الحس ومرهف الشعور، قدر يساوي الغضب مع الابتسام. فنادر في هذا الزمن في إنك أنت يعني تلقى شخص يحب كل أحاسيسه وكل مشاعره لمحبوبه ويكون وفي. لأنه الناس زمان بيحبوا حب طاهر، حب عميق، حب له بصمة في داخلك، لأنك أنت صادق في مشاعرك وفي أحاسيسك. لأنه دائما دوافع الحب قوية، وبالذات لما أنت تكون صادق في محبتك لمحشوقك. وده واضح في القصيدة، في كلماتها، يعني في إنه الشاعر مرهف الإحساس، فقدر يساوي بين القيمة الحسية والقيمة المعنوية للمحبوب. حتى في واحد من أبيات القصيدة بيقول له: خايف خدودك تنجرح من نظرتي. فدي قمة الإحساس المرهف. وحتى جاء بصيغة الجمع، يعني ما قال له خدك، قال له خدودك. فدي من أجمل